انا امي وابويا انفصلوا وكنا 3 اخوات. وقتها بابا قرر ياخدني انا واختي معاه ويسيب اخويا الصغير مع ماما. بس بابا وقتها كان عنيف جدا معانا وكان بيضربنا كتير. بعد كده ماما اتجوزت واخويا كان لسه عايش معاها، بس لما كنا بنتصل بيها عشان نشوفها كانت تقول هكلمكم بعدين، وبعديها هتغير رقمها وما نعرفش نوصل لها تاني. طبعا احنا كنا بقى نهرب من البيت، نسيب بيت ابويا كل شوية بسبب كرهه لينا ومعاملته الوحشة. شوية نروح عند جدي وشوية نعيش عند عمتي، وبقيت اشتغل واصرف على نفسي لغاية ما في يوم ابويا طردنا انا واختي من البيت وقال لنا مش عايز اشوف وشكم تاني، وبقينا في الشارع حرفيا. قررنا نعتمد على نفسنا وكأن ملناش اهل. طبعا ولاد الحلال ساعدونا نأجر مكان بسيط نعيش فيه، وبقيت بشتغل واصرف عليا انا واختي، وهي كمان اشتغلت شغلانة بسيطة، بس عشنا مستورين ومرتاحين بعيد عن اب مفتري وام ما عندهاش قلب. وقررنا اننا نتبرى منهم ومهما حصل عمرنا ما هنعبرهم ولا كأنهم كانوا في حياتنا. بعد شوية عرفت ان والدي تعبان وبيموت. قلت لهم مش هروح له ولا حتى همشي في جنازته بصراحة حتى لو مات. في ناس بيقولوا لي حرام عليكي انت كده ابن عاق، وانا شايف ان العقوق بدأ منه هو، ومقاطعته ليا انا واختي رد فعل. هو انا كده غلطانة؟ لا، انت مش غلطانة، بس انت علشان نفسك انت، انك تعيشي مرتاحة لبقية عمرك، روحي زوريه، اعمليها لله. ما تخليش لحظة تيجي في حياتك ولو بعد 20 سنة تقول يا ريتني كنت رحت لأبويا. الزيارة دي مش هتكلفك حاجة خالص، بس الحقيقة ممكن يكون وزنها عند ربنا كبير قوي قوي، وممكن تترد في ولادك. ربنا يعوضك في ولادك يقفوا جنبك ويساعدوكي. انك تبقي بنت عاقة، انت مش عاقة، هو اللي طردك، هو اللي رماكي. لكن انك ما تروحيش يعني تشوفيه لو هو طالب كمان يشوفك، اعتقد هي محتاجة شوية رحمة، مش اكتر من كده. وربنا يحنن قلب ولادنا علينا يا رب. ومعايا رسالة تانية من واحدة بتقول بابايا ومامتي اتطلقوا، وبعدها بشوية ماما اتجوزت، وانا معاها لغاية ما بدأت اكبر. ابتدت تغير عليا، لا تغير على جوزها مني، وحاولت توسط ناس عشان بابا ياخدني لانها بتغير لجوزها يبصلي. وطبعا بابا كان رافض ياخدني ورافض يصرف علينا، وده خلاني اتحمل حاجات كتير قوي. طول النهار هي بتبصلي زي ما اكون انا اللي بعاكس في جوزها، معاملتها وحشة جدا زي ما اكون ضرتها مش بنتها. هو ده اللي كانت بتعملهولي، كانت بتذلني، ولما تتضايق تشتمني بابويا. هو انا كنت السبب في جوازهم ولا طلاقهم؟ هو انا اللي نقيته لها عريس؟ ما هي اللي اختارته، وكان اختيار غلط. انا مالي؟ انا ما اقدرش ابقى ادفع ثمن زوج انت اخترتيه وما كملتيش معاه. في الاخر قالت لي انا عملت اللي عليا وتحملتك، وامشي بقى وسيبينا. وده خلاني اتبهدل جامد عشان الاقي مكان اشتغل فيه، وان احمي نفسي، وان انا اقدر احافظ على روحي وعلى شرفي في وسط المجتمع ده. وعرفت بعد كده ان جوزها طلقها، وعرفت انها مريضة جدا، وبتطلب انها تشوفني عشان اسامحها. انا حقيقي مش عارفة هل انا رافضة لان انا وحشة، ولا انا رافضة علشان انا مش قادرة. ارجع واقولك ان احنا كلنا اتعودنا ان الام اللي عندها بنت غالبا ما بتتجوزش عشان ما يعيش بنتها ما تعيش مع جوزها، لانه بيبقى راجل غريب عليها. فانا مستغربه لان هو الطبيعي ان كان ابوكي كمان يرفض هذا الوضع. الاغرب منه هي امك طبعا، اللي هي كانت بتسكت وبتتهمك انتي. واكيد على فكره هي كانت بتعمل ده عشان كانت شايفه ان منه هو كمان نظرات مش سليمه.
هي مامتك ما ادتكيش حاجه وانت فعلا اتبهدلتي وتعبتي، بس هرد عليكي نفس الرد اللي قلته قبل كده. يا ستي، الضرب في الميت حرام. روحي لها، روحي لها عشانك انت. هتحسي قد ايه انت كويسه، قد ايه قلبك حلو، قد ايه بترضي ربنا. انت مش رايحه عشانها، روحي عشان نفسك. وصدقيني هترجعي مرتاحه قوي. واقول لك تاني، كما تدين تدان، واللي بتعمله حلو بيقعد لك، بكره يقعد لك في ولادك الخير كله يا رب. معانا مداخله تليفونيه. مساء الخير دكتورة. مساء النور، اهلا. كنت عايز أقول لحضرتك مشكلتي. اتفضل يا فندم. الحقيقة ماما بتحب أخويا أكتر مني، وبعد ما بابا مات راحت خطبت له البنت اللي بيحبها، وكمان كتبت له كل الميراث بالتوكيل اللي كان معاها من بابا الله يرحمه. على فكرة ده خلاني أكره أخويا اللي كان طول عمره متدلع. كمان لما جيت قلت لها إن عايز أتجوز، قالت لي ما معيش فلوس، روح اعتمد على نفسك وجهز نفسك بقى. رغم ان بابا على فكرة كان سايب لنا فلوس كتير، بس هي بالتوكيل اللي كان معاها نقلت كل حاجة لنفسها وبعد كده لاخويا. المهم قررت اسيب البلد واسافر، والحمد لله يعني الحمد لله اشتغلت ونجحت. بس عمري يا دكتورة ما فكرت اتصل بيها ولا باخويا، لغاية ما عرفت انه حصل انها عملت حادثة واتشلت وبقيت ما بتتحركش خالص، وكمان حاولت توصل لي كتير لكن انا كنت دايما بتهرب منها. الحقيقة بعتت لي رسائل كتير بتطلب مني ارجع اخد حقي واسامحها، بس انا قلت للي وصل لي رسائلها قول لها اني مش عاوز منها اي حاجة ومش مسامحها. اخويا كمان بيحاول يوصل لي لكن انا خلاص مش عاوز اعرفهم تاني. هل كده انا ابن عاق بعد اللي عملته فيا؟ هو اولا حقك خده، دي اول حاجه. مش عشان الموضوع مادي، لا، عشان ده حقك. ولما هتاخد حقك كم الغضب اللي جواك هيقل، لان احساس الظلم بيولد الكفر زي ما بيقولوا. الام ربنا اراد ان هو يحصل لها حادثه، اللهم لا شماتة، ويا رب يعني تقوم بألف سلامة. بس انت فكر برضو، ما يمكن ده بشكل او باخر كان درس من ربنا. فطالما ربنا كمان بيعاقبها، ما تبقاش انت والزمن عليها. روح لها. انا ما بقولكش انسى، لكن بقولك سامح. فرق كبير قوي بين السماح والنسيان. سامحها خلاص، هي بين ايدين ربنا، لا هتعيش قد ما عاشت ولا هتقدر تضرك النهارده. روح عشان ضميرك ما يأنبكش، مش عشان حاجة تانية، وربنا يقومها بالسلامة. نطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معانا.